ده اول موبايل في العالم فيه ميزه الاي اي فيديو، الاونر 600. طبعا انت اكيد بتشوف كل يوم 40 50 فيديو اي اي، ومش هقول لك انك تقدر تعملها دلوقتي بالموبايل ده، لا اهدى بس كده معايا وهفهمك هو بيعمل. اول حاجه لازم تعرف انك عشان تعمل الفيديوهات دي تحتاج يا اما تحمل ابلكيشن يا اما تخش على موقع. الحاجات دي بتبقى بفلوس، لكن هنا بقى الموضوع على الموبايل نفسه، مش محتاج تخش على اي حاجه، وممكن تعملها باي حاجه انت مصورها بالموبايل او تبعت له اي صوره. وفيها كذا مود كده، تعالى ايه اوريهم. اول حاجه بتخش على ابلكيشن الصور وبتدوس تحت على اليمين على كرييت، تخش على ايمج تو فيديو. عندك كذا مود هنا زي ما انت شايف كده. اول حاجه موشن بايلوت، وتقدر بقى تختار الاسبكت ريشيو، عايز الفيديو بالطول ولا بالعرض. طبعا عشان مديله صوره بالطول فهنخليها 9:16، المده بتاعتها 5 ثواني، ما ينفعش تغيرها. وهنا بقى البرومبت اللي هو الاوامر، دي اهم حاجه في فكره الاي اي عموما، انك تديله كلام تشرح له عايز الفيديو يبقى عامل ازاي. الحلو بقى فكره المودز دي ان البرومبت ده يبقى جاهز، فانا اديت له الصوره بس كده اهوت ودوست جنريت. وهنا بقى عشان انا مديله صوره واحده، هو هيعمل فيديو عادي هو بيقلب كده في علبه الموبايل. ولكن لو انا مثلا اديت له ديليت اند اكزit ماشي، ولكن بقى لو انا اديت له صورتين، صوره لعلبه الموبايل وصوره للموبايل، هيفهم بقى ان انا عايز اعمل ايه ترانزيشن ما بين الاثنين، ويطلع لك نتيجه زي كده. يعني مثلا دي نتيجه اوفر شويه ولكن في ناس ممكن تحبها، والتانيه وهو بيطلع الموبايل كده من ورا ممكن تعملها بايدك. ولكن الفكره في البرومت اللي انت بتكتبه، عايز بقى الموبايل يطلع وينفجر والكلام ده، فبتبقى حلو. تاني حاجه الماجيك موشن، دي مثلا عندك صوره لحد قديم، حد عزيز عليك توفى او حاجه، ويبقى فيها حركه من الاخر. يعني فيجن شيفت دي حلوه ان هو بيوريك التطور اللي بيحصل. يعني مثلا تجيب صوره ليك وانت صغير وصوره ليك وانت كبير. فكره لما عندي صوره وانا صغير فاديت له صورتين عاديين، يعني الصوره ديت ودي صوره تانية، فهو هيروح عامل نقله بينهم كده اهو ناعمه جدا، ومحافظ على تفصيل الوش دوت اللي عجبني، لان معظم حاجات الاي اي الرخيصه بتبوظ الوش خالص. دي ماجيك ووردروب، دي بتدي له صوره واحده وهو بيطلع لك 3 ستايلات مختلفين لللبس. انيميشن ماجيك دي حلوه لو انت راسم حاجه او عندك اي رسمه على الحيطه، ممكن تخليها تطلع كده من الحيطه وتتحرك زي اللي في المثال ده. بوليت تايم ديت لذيذه، بتدي له صوره وهو بيلف الكاميرا كده، بيقربت حوالين العنصر ده وبيتخيل بقى اللي كان موجود. يعني درون بول باك دي كانك كده بتتصور بدرون، فانت بتختار صوره وهو بيطلع بالكاميرا ويبين المكان. دي صوره عاديه وانا في البول، فهو هيطلع كده بالكاميرا وكمل البول وكمل بقى المحيط وحط امواج وكمل الجبال اللي ورا. واقعيه الصراحه. دي بقى من اكتر الحاجات اللي عاجبه الناس قوي، وهي كاركتر مورف. دي انت بتدي له صوره وبتدي له صوره سوبر هيرو بتاعك، او مش لازم، انت ممكن تقول له خلاص حولني سبايدر مان. في حاجات تانية كتير، ولكن اهم حاجه بقى واللي عجبتني جدا وهي الفري ستايل. الفري ستايل دي بقى حلوه، ان انت تختار لحد 3 صور وتدي له انت بقى البرومبت. هنا هو مش كاتب لك حاجه، انت بقى تخيل بقى من عندك بقى. اقول له تقدر كمان تاد ساوند، تحط لك كده، هو مش ساوند قوي، هو بيديك شويه ايه اصوات الوش والتش والحاجات دي اللي هي بتاعت الترانزيشن. هو عمل ترانزيشن خفيف كده هوت، يعني ما غيرش برده معالم الوش ونقل على المكان من غير ما يضيع كواليتي قوي. فبعد ما شفت الكلام دوت، هل يقدر يستبدل المواقع والابلكيشن بتاعت الاي اي؟ اكيد لا. ومش هقول لك بقى هيتطور، هو كده كده هيتطور، ولكن برضه هيظل الحاجات اللي بفلوس بتدي نتائج. لو انت عايز تشتغل النتائج هناك احسن بكتير. الا بقى لو عملوا مثلا كولابريشن مع جيميناي بقى وجوجل فيو والحاجات دي، فممكن هنا ناخد نتيجه احسن بكتير. زي ما قلت لك هي حلوه للميموريز، للهوكات كده في اول الفيديو وفي لقطه معينه، عايز تحرك صوره قديمه، عايز تعمل حاجه لطفلك، الكلام ده. طيب هل ده بقى كافي انك تشتري الموبايل ده؟ ما اكيد مش هاجي اقول لك انك تشتري موبايل عشان تعمل صور اي اي، هي حاجه حلوه، ولكن الموبايل نفسه بقى فيه حاجات تانية جامده، واولهم واللي انبهرت بيه جدا وهي الشاشه. دي واحده من اصغر، وهم بيقولوا دي اصغر حواف موجوده في اي موبايل. ماسك شاشه كامله كواليتي، والوان الاوليد هنا عالميه، وطبعا 120 هرتز. مستوى سطوع بقى ما شفتوش في اي موبايل حتى في الفلاج شيب، 8000 نتس. وطبعا ده البيك اللي هو اعلى حاجه توصل لها، ومش هتوصل لها غير في اشعه الشمس. يعني انت لو رفعت كده، دول مش 8000 طبعا، تحت اشعه الشمس لما السنسور بيلقط ان في اضاءه قويه فبيوصل للبيك ده. طبعا هو بيشتغل شويه وبيفصل، لان درجه حراره الموبايل بتعلى، البطاريه بتخلص اسرع، لانك برضه مش طول اليوم يعني هتبقى واقف تحت الشمس، انت مش شغال في الصحراء يعني. ولو يا سيدي واقف البطاريه هتستحمل، لان بطاريه الموبايل ده 7000. وانا مبسوط قوي بقى من الارقام اللي احنا بقينا نوصل لها، 7000 7500 والكلام ده. انا فاكر زمان لما كنا بنقول ما تشتريش موبايل اقل من 5000، دلوقتي يا باشا فتح كلام كده بسم الله الرحمن الرحيم 7000. بس برضه ارجع اقول لك مع المعالجات بتتطور والابلكيشنز بقت اقوى واتقل، والبرايتنس اللي عاملين نتكلم عليها بقت اعلى، فكل ده بيسحب من البطاريه اكتر، فطبيعي الارقام لازم توصل ل 7000 و8000 وهكذا. وهنا الموبايل مش تخين برضو خالص، وبرضو لو بنتكلم على بطاريه كبيره فمش هينفع الشواحن ال 20 وال 30 واط بتاعت زمان. فتح كلام كده اقل حاجه 50، هنا 80 واط، فرقم محترم جدا، وجاي كمان في العلبه وبيجي معاه كفر. خش بقى على الحاجه اللي مضايقه ناس كتير قوي ومعرفش ليه، يعني انت شايفها اكيد من اول الفيديو، وهي اللون. من ساعه ما نزل الايفون 17 والناس عاجبها اللون ده،
يعني الموبايل دوت فيه اسود ونزل منه ابيض، والايفون برضه فيه سيلفر وازرق، ولكن الناس اختارت اللون الجديد. وفكره ان في لون عجب ناس والشركه شافت الموضوع دوت ولقيت ناس كتير بتشتريه، فعملت موبايلها بنفس اللون. فين العيب في كده؟ لان شايف الناس انه كله بيقلد الايفون واعمل هويه لنفسك ومش عارف ايه. ما هم عاملين يعني اونر عامله كده وكانت بتعمل ديزاينات غريبه والوان غريبه وموبايلات فولدبل، ولكن شافوا ان في فئه كبيره قوي حابه اللون البرتقاني دوت فعملوا ومدينك اوبشن ثانيه. فانا مستغرب، والكلام ده مش على اونر بس، على شركات كتير عملت نفس اللون البرتقاني ده وتعود على كده. ده ترند مكمل معانا يعني. برضو تسريبات بتقول ان الايفون 18 هيبقى لونه بتنجاني شويه كده اهوت، فعامل حسابك ان كل الشركات وما كانش هيسبقوا ابل بعد التسريب دوت وهينزلوا اللون ده. ولكن خامات محترمه، الظهر ازاز اسمه فايبر جلاس، احساس الازاز ولكن مش بيبصم خالص ولا بيلحوس. جناب معدن بلون برتقاني مطفي شويه، وضد الميه بقى بمعيار اسمه اي بي 69 كي، ده المفروض اعلى حاجه دلوقتي. وعاملين ميزه عبقريه هنا وهي اسمها ايه؟ رين بروف تاتش كنترول. عارف انت لما تكون في المطره كده وتيجي تطلع موبايلك في نقط المطر دي تفضل تدوس على حاجات غريبه؟ هنا بقى حلوا الموضوع ده، وبرضه هتنفع لو ايدك نفسها مبلوله. انا ما جربتهاش ولكن اتوقع ان هم بيتقلوا التاتش شويه علشان اللمسات البسيطه بتاعت الميه دي ما تاثرش او ما تدوسش على حاجات تانية. انا بهبد، والله. وهتيجي في الجنب هنا هتلاقي زرار، دي بقى عجبتني بقى. لو هتقلد فعلا حط التاتش بتاعك جود. يعني في الايفون هو مجرد بس كاميرا كنترول، يعني بتصور بيه وخلاص وبتعمل زوم وحاجات ايه في الكاميرا. ولكن هنا في 3 حاجات انك تقدر تدوس دوسه واحده يعمل حاجه، دوستين، او دوسه مطوره. وسيبني بقى نختار. ولكن هو برضه مش هيسيبك تختار لانه مخصص لك الحاجات اللي ممكن تختارها. يعني انا عايز فكره ان هو يفتح لي ابلكيشن معين، هو اصلا مسميه اي اي بutton، فهو مخلي الحاجات اللي مديها لك تعمل حاجات للاي اي بس. ولكن اظن هيحدثوها لان هنا في كلمه تشيك فور ابديتس، فاتوقع ان ديت حاجه لو الناس طلبتها يعني هيغيروها. انا اول واحد اطلبها اهو. وعلى فكره في حاجات تانية اي اي كتير قوي ما اتكلمناش عليها وبجد بقى، يعني دي ممكن تكون مفيده اكتر من موضوع الصور. يعني فكره الاي اي سب تايتل اللي هو بيشوف الفيديو اللي شغال ويحط لك ترجمه عليه لو الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دوت ما فيهوش ترجمه. الاي اي ترانزليت ديت موجوده في ابلكيشنز كتير، ولكن حلو انها تكون على الموبايل، انت تتكلم كده وتظهر للشخص التاني اللغه بتاعتك والعكس صحيح. في بقى موضوع الديب فيك. الديب فيك دوت لو جالك مكالمه، طبعا هي مش منتشره عندنا لكن الايام الجايه ممكن نشوفها منتشره، فكره ان حد مغير صوته عامل صوت اي اي ان هو يتصل بيك ويسرق البيانات ويبقى بقى بروفيشنال بدل البهايم اللي بيتصلوا بقى ويكونوا مقفوشين قوي وبيطلبوا رقم البطاقه بتاعتك والكلام ده. لو استخدموا الاي اي فممكن الموضوع يبقى صعب والناس كتير تقع فيه. ففكره ان هنا بيقدر يقفش ان اللي بيتصل دوت والصوت دوت اي اي هتبقى مفيده. وهتبقى كمان في المكالمات الفيديو تشوف الشخص اللي قصادك دوت حقيقي ولا في حاجه بتتغير بسيطه قوي انت مش هتشوفها ولكن الموبايل يقفشها. وشفناها موجوده، كان في واحد عامل انترفيو مغير وشه خالص يعني. وحاجات تانية كتير الصراحه، اي اي ميموريز واي اي ماجيك بورتل وسايد عيش انت معاهم بقى، مش هنقضيها اي اي. المعالج بقى سناب دراجون 7 جين 4 شغال لك ببجي 90 فريم مستريح. واجهه الماجيك يو اي اللي شبه الايفون جدا، عاجبه كل الناس، فيها كل حاجه حرفيا، ناعمه جدا. 12 جيجا رام، مساحه 512، عسل قوي. وعاملين حاجه حلوه قوي لو انت معاك ايفون او صحابك معاهم ايفون وعايز تبعت الصور، فكره اونر كونكت، هو ابلكيشن بتنزله بس على الايفون وبتبعت الصور عادي بقى من غير ما تخش على الابلكيشن. انت بتختار الصور عادي وبعد كده تعمل شير وبتختار اونر كونكت بيبعت الصور في ثانيه. وبرده شغاله على الماك بوك. الكاميرا بقى، بص لما بسيب الكاميرا في الاخر كده اعرف انها مش عجباني قوي. يعني انا باخدها تقريبا بالترتيب، اكتر حاجه عجباني للاقل. ومعظم الحاجات على فكره اللي اتكلمنا عنها ده يا اما هي زي المنافسين او اقوى منهم. يعني فكره الشاشه والحواف والاي اي والبطاريه والكلام ده، لا بجد في الفئه دي مفيش حاجه بتقدم الامكانيات دي. ولكن الكاميرا عاديه. الكلام طبعا يختلف عن الاونر 600 برو مع انهم المفروض نفس الكاميرات، ولكن الصور اللي شفتها بيه مختلفه تماما هنا. فهو برضو معالج مختلف، المعالجه الصور هناك مختلفه وفي كاميرا زياده. ولكن الكاميرات هنا حلوه بس ما بتقالش عليها وحشه وما بتقالش عليها جامده او حاجه ما جاتش. الكاميرا وايد انجل برضو بالليل بيبقى فيها شويه نويز. الكاميرا الاساسيه حلوه جدا بالليل. والسيلفي الدايناميك رينج فيه، يعني الصوره ديت الشمس كانت ورانا مفرقعه الدنيا ولكن عارف يظبطها جدا. في حاجه هنا عجبتني انك تقدر تقلب الكاميرات وانت مشغل الفيديو عادي، يعني زي كده موجود في انستجرام، موجود في الابلكيشن الكاميرا على الكاميرا الاساسيه. تقدر كمان تقلب ما بين الكاميرات، كاميرا سيلفي تاني عادي. فدي ميزه جامده حابب اشوفها في كاميرات تانية. فده يا سيدي كان الاونر 600، الموبايل اللي مركزين فيه قوي على الاي اي. بطاريه جامده والشاشه خطيره، وسعره 1699 درهم، حوالي 24000 جنيه او 460 دولار. تعال عنه حرفيا امبارح في دبي وهيقعد شويه على منزل مصر. والحلو بقى ان اونر
فسعرها في مصر بيبقى تحفه، يعني بيبقى قريب جدا من سعر الامارات، فتوقع في رينج ال 24 25 كده يعني. وبس كده، انت قول لي رايك في الفيديو، ورايك في الموبايل بغض النظر عن اللون، انا عارف. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك، وسلام.